مساء الفل. بيستوسم معاك عشان بيقولوا لي دايما الصوت مش واضح. طيب، النهارده هكلمكم على المرحلة الأولى اللي بيتبعها النرجسيين بكافة أنواعهم وأشكالهم ودرجة قرابتهم أو بعدهم، في إنهم يسيطروا على الضحية ويتعاملوا معاها. احنا كنا قلنا ان المراحل اللي بيعدي فيها النرجسيين او دايرة الاذى هم ليهم دايرة محفوظة، وفي فيديو انا عملته قبل كده على المراحل كلها بتاعة الدايرة دي، هبقى احط لكم اللينك لو حابين ترجعوا له. وكل مرحلة بتطول او بتقصر حسب درجة القرب من الضحية، و بقالنا قد ايه مع بعض او بقاله قد ايه في حياة الضحية. المرحلة الأولى وهي الحصار العاطفي أو اللاف بومبينج زي ما بيسموها في العلوم النرجسية الإنجليزية. هي عبارة عن قنابل حب بتترمي على الشخص في أول العلاقة بالشخص. ليه بتتعمل؟ لأنها دي الذريعة اللي بيرجع ليها النرجسي دايما مع الضحية لما بيروح في مرحلة الديسكارد او بيبقى الهوفرنج اللي هو انا عايز ارجعك تاني. فدي بداية العلاقة واخطرها، والمرحلة الوحيدة اللي بيعمل فيها النرجسي مجهود علشان يثبت الضحية في حياته. لو كانت نرجسية، اللاف بومبينج او الحصار العاطفي بيبقى في اول حياة الطفل خالص. ممكن يكون قصير جدا، ممكن يكون ما حصلش بالصورة اللي واضحة. غالبا الام هتحتفظ بصور مع الطفل كبش الفدا بحيث تفكروا بهذه الايام، لانه ممكن جدا يكون نسيها او مش متخيل انها حصلت، لانها ممكن تكون ما حصلتش فعلا. اللي هو ان هي تقعد انا دلعتك ولبستك احلى لبس وخرجتك وكنت بحضنك كتير وكنت بتنامي في حضني وكنت باكلك مش عارف ايه، والكلام ده كله ممكن يكون الكلام ده كله لعب في الدماغ، ويكون ما حصلش او حصل على فتره بسيطه جدا 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 في حياه طفل كبش الفدا او الطفله. بس لازم الام بتكون عندها دلائل معينه عشان تقنع بنتها او ابنها كبش الفدا ان هي فعلا كانت ام مثاليه، وان هي بقت ام مش مثاليه قوي لو الطفل شايفها كده، لان هو اللي غلطان او البنت اللي غلطانه اللي ما تستحقش ام كويسه او ما تستحقش الحب او ما تستحقش الحنيه. بس انا طول عمري معطاءه او جميله وبديكي وبعمل لك وبتشقلب علشان تتبسطي، وده طبعا في الغالب بيبقى 3/4 مش حقيقي او ما حصلش، او حصل لفترة قليلة او على فترات بسيطة جدا جدا. ده فترة الحصار العاطفي لو الام هي النرجسية. طيب لو الراجل مثلا عايز يجتذب اليه ضحية ست، سواء يعرفها يستغلها او يتجوزها يستغلها برضه، في كل الاحوال هو بيبقى دخل حياة الضحية علشان يمتص كل طاقتها، يمتص كل الموارد بتاعتها، سواء مواردها بقى فلوس، سلطة، أهل واصلين، عندها بيت، عندها شغل، عندها باور، عندها قوة معينة، هتبقى أم كويسة لولاده وهتصرف عليهم، عندها كرم فظيع، عندها حنية رهيبة، عندها تسامح ليه مش طبيعي. كل ده بيتحط في قالب الاستغلال بحيث ان النرجسي يقدر يمتص ويكسر هذه السيدة على قد ما يقدر. طيب فترة الحصار العاطفي بيعمل ايه؟ بيتشقلب الشقلبة اللي تخلي الست تحس ان الراجل ده يعني نزل لها من السما. اولا بيتكلم معاها فترات طويلة جدا 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 جدا، وبيسمع جدا 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 جدا، بيسكت، بيعمل نفسه احسن مستمع ومنصت على وجه الارض. الست بتحس ان هي عمر ما حد سمعها كده، عمر ما حد
سابها تتكلم براحتها بالطريقة دي، وبطول المدة دي هتلاقوا المكالمات أو المقابلات بتقعد بال5 6 ساعات، ويقول لها الوقت عدّى وأنا ما حسيتش، وهي تقول له ميرسي جدًا، أنا عمري ما حكيت كل الكلام ده لحد، وهو يقول لها وأنا عمري ما حسيت بالراحة دي لحد، وعمري ما حسيت بواحدة زي ما أنا حاسس بيكِ، والكلام الهجص ده كل ده بيجتذب الضحية، وبيعلّم في دماغها علامات تخلّي مخها يمسك فيه ويقول لها ده هرمون السعادة، ده سبب السعادة اللي حياتِك كلها هتبقى أحلى حياة لو ارتبطتِ بيه، ولو بعد عنِك أو سابِك أنتِ هتبقي أتعس مخلوق على وش الأرض، ويمكن تموتي وراه. فالفترة دي فترة خطر جدًا، 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 لإن هي زي ما قُلت في الأول الذريعة، المسمار جُحا اللي دايمًا النرجسيين بيرجعوا له ويفكّروا الضحية بيه، فالضحية تقول فعلًا ما هو طب ما كان شخص كويس، إيه اللي حصل؟ أكيد أنا اللي غلطانة، ما كانت أمي كويسة أهي في الصور وفي الحكاوي، أُمّال إيه اللي حصل؟ أكيد أنا اللي غلطانة. ففترة الحصار العاطفي دي حتى لو فيها مجهود، هو المجهود بيرموا لبعيد جدًا، جدًا، جدًا. نفس الفكرة الأصدقاء النرجسيين، نفس الفكرة المدير النرجسي، هيبان في الأول حاجة كده إيه ده، إيه ده يا ربي، في مديرين كده، في صحاب كده، في ناس كده، في ناس فاضية لي كده في الحياة مش وراها غيري، مش وراها غير إن هي تسندني وتsupport me وتقويني وتسمعني وتجيب لي هدايا لو باحب الهدايا، وتسمعني لو أنا ناقصني حد يسمعني في حياتي، وتحن عليا لو نفسي في حنية، وتخرجني لو بحب الخروج. يا نهار أبيض، ده الشخص ده لم يوجد على وجه الأرض مثيل لي في الحياة. وإذا بيه بيحط وبيعمل كل ده عشان يفكر الضحية بالفترة دي لما يحب يرجعها تاني لدايرة الأذى بتاعته، اللي هنتكلم فيها بالتفصيل. هتكلم في كل مرحلة بالتفصيل في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، ده أول فيديو في المرحلة الأولى. طيب، لو أنا أمي أو أبويا نرجسي قدر الله ما شاء فعل، ومش هقدر أعمل حاجة إلا لو بعدت عنهم وقدرت أنفصل عنهم، وقدرت أبقى عندي وعي إن دول نرجسيين، وبالتالي على قد ما أقدر ففي مرحلة اللاف بومبينج أبقى فاهمة إن ده لاف بومبينج وإن وراه حاجة. لو إن أمي طول الوقت مش حنينة، وطول الوقت ما بتحبش تقعد جنبي ولا تحضني، وطول الوقت بخيلة، وفجأة بقت بتديني حاجات أو بتحن عليا، بتعمل الحاجات اللي عمرها ما بتعملها في العادي، أعرف إن ده اسمه لاف بومبينج، إن دي بتحاصرني عاطفيا، لأن في حاجة جاية وراها طلب أو امتصاص لطاقة. ثواني محتاجة بس اوكي، او امتصاص لطاقة جاي وقادم، وموارد هتروح مني، فابقى مركزة كويس جدا ان هذه المرحلة وراها مرحلة تانية بشعة، او وراها قلة قيمة، او وراها تهزيء، او وراها خناقة، او وراها ايا كان. تمام. طيب، لو انا بقى في علاقة والعلاقة ابتدت بداية، عارفين في مثل في الانجليش بيقولك if it's too good to be true then it's not true. لو الحاجة بجد باينة على انها ايه ده، ازاي بسرعة كده حبيته، ازاي بسرعة كده قدرت احكي له كل حاجة وارتحت له، ازاي طالما قلت ازاي بسرعة كده، اعرفي ان العلاقة دي فيها حد نرجسي. ما فيش بقى صداقة او علاقة رومانسية. خلوا بالكم، اي حاجة بتجري بسرعة جدا في اولها في العلاقات عادة هي سامة بطريقة ما، سواء نرجسي او مش نرجسي، هي فيها سمية. الناس اللي بتقرب منك فجأة وبسرعة دي حاجة مش صح، لان العلاقات النموذج بتاعها التدرج، نقرب سنة سنة، وكل شوية نكتشف عن بعض حاجة ونتخانق ونتصالح. ولو العلاقة كلها في أولها وردية، ما فيهاش ولا خناقة، ما فيهاش ولا، مش بقول ان الخناقة حلو يعني، بس ما فيهاش ولا اختلاف وجهات نظر، في حد بيضحك على التاني، في حد عامل فخ للتاني، لان ما فيش اتنين بني ادمين لو توأم متربيين في نفس البيت حتى، مفيش اتنين زي بعض بالظبط ومتفقين على كل حاجة زي بعض. اذا لو الشخص اللي ظهر في حياتي
باين عليه متفق معايا في كل حاجة فجأة، ما بيقفلش التليفون، ما بيقفلش الواتساب، على طول 24 ساعة مركز معايا، ما بينامش، ما بيعملش حاجة غير ان هو معايا طول الوقت، بيحاول يلاحقني، بيحاول يحلق عليا. التحليقة دي نرجسية أو سمية، سام، الموضوع سام بطريقة ما. لأن لو أنا في علاقة طبيعية بالذات في الأول هبقى عندي اوريدي حاجات في حياتي كتيرة قوي بعملها قبل ما الشخص ده يدخل حياتي، فمش طبيعي ان انا فجأة افضلك، فجأة ما يبقاش ورايا، فجأة انا في الشغل بكلمك وبتكستي، ولو في اجتماع وبطلع من الاجتماع بكلمك وبتكستي، ولما ادخل اجتماع تاني وبخلص شغل بكلمك لحد ما اروح، وبعدين وانا باكل بكلمك وما بقفلش غير عشان افتح الباب مثلا، ولا طب خليكي معايا. الكلام ده مش منطقي ومحدش يقدر يكمل كده. وطالما الشخص بيعمل حاجة مش هيقدر يكملها يبقى هو مش هيكملها. يعني لو شغلنا المنطق، هل في بني آدم يقدر يرغي مع حد 20 ساعة في ال24؟ هل في بني آدم يستحمل واحد بس في حياته 20 ساعة في ال24؟ بلاش 16 ساعة في ال24، مستحيل. لو اخوات مش هيقدروا يستحملوا بعض. فدي المرحلة دي هي مرحلة بتوضح جدا الشخص اللي دخل حياتي ده طبيعي، داخل بالراحة وبيخبط بالراحة وبيسأل وبيشوف وبنختلف شوية وبيقول لا 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 أنا في دي معاكيش حق، مش يعني في رايح جاي، ولا أنا بتاعك، أنا اتخلقت عشانك، أنا اتولدت عشان أبقى معاكي، وأنتي اتولدتي عشان تبقي معايا وملكيش غيري، وأنا أحسن واحد يفهمك، ومن غيري أنتي ضايعة. ده نرجسي. تمام. فحاولت ألملكوا الموضوع ده على قد ما نقدر. دايما الحصار العاطفي في دايرة الأذى بيترجع له تاني، ويترجع له بإنه ذكرى، ولما بيروحوا له تاني نرجسيين، بيروحوا له ب ب ب يعني نسبة قليلة قوي من اللي كانوا بيعملوه مخصوص. الفرشة الأولانية دي هي الأولانية والوحيدة، واللي بعد كده بيجي أجزاء صغيرة من هذه الفرشة. كان معاكم ميدي حرفوش، لايف كوتش. يا ريت اسمع تعليقاتكم، ويا ريت تنضموا لنا في جروب التليجرام علشان لو محتاجين دعم، محتاجين سيدات اللي والدتهم نرجسيه وحابين يحكوا يسمعوا. انا برضو بحط تمارين، تدريبات، بحط اسئله معينه تسالوها لنفسكم عشان تقدروا، يعني مش هقول تتعافوا، بس هقول تكون، يا ريت يكون جزء من مرحلة التعافي بتاعتكم. طبعا الدعم وان الناس بتسمعكم شبه بعض وقصصكم شبه بعض ده في منتهى الأهمية للتعافي، مش عشان نعيش دور الضحية، بس عشان نتأكد ان في ناس زينا على وش الأرض، وان احنا مش مجانين. لا، احنا اللي احنا حاسينه ده حقيقي وبيحصل لناس تانية، فمعناه ان انا مش مجنونة، انا فعلا والدتي فيها مشكلة، جوزي فيه مشكلة، الكلام ده كله. اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. المرحله القادمه بتاعه دايره الايذاء النرجسي هتكلم فيها بتفاصيلها. وشير ولايك لو الفيديو ده ينفع اي حد تعرفوه في حياتكم، في حد نرجسي في حياته او حد بيدخل حياته ممكن يكون شبه ده وشايفين انه ممكن يبقى مفيد، يا ريت تعملوا له شير. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.